موجودين على صفحة صدى البلد على الفيسبوك وعلى قناة صدى البلد على اليوتيوب. تأكيد النهاردة هنتابع أخبار وكواليس النادي الأهلي وتشكيل الفريقين، تشكيل الأهلي في مواجهة ريال مدريد، المباراة اللي بينتظرها الجميع، المباراة الهامة جدا اللي هتجمع ما بين الفريقين في خلال دقائق من دلوقتي زي ما قلنا. ولكن أكيد طبعا هنتابع نقطة مهمة جدا أو خبر هام جدا كان يعتبر زي صدمة إلى حد ما مع جماهير النادي الأهلي ومع مسؤولي النادي الأهلي قبل اللقاء مباشرة، وهو عقوبة كهربا اللي تم توقيعها أو نقدر نقول قرار الخاص بكهربا القادم من الفيفا بعد طبعا جلسة الاستماع اللي تمت للاعب ولمحاميه اللي كانت من أيام. خلونا طبعا نروح للأول الخبر المهم والأبرز وهو خبر كهربا اللي الكل عايز يعرف تفاصيله وإيه اللي حصل بالظبط. الاتحاد الدولي لكرة القدم منح كهربا مهلة 60 يوم لدفع 2.4 مليون دولار لنادي الزمالك مع غرامة مالية قدرها 30,000 فرنك، وفي حالة عدم السداد سيتم تحويله للجنة الانضباط مع دراسة حظره من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 6 شهور. طيب الخبر ده معناه إيه؟ الخبر طبعا زي ما هو ظاهر قدامكم على الشاشة دلوقتي. ده الجواب أو القرار اللي جه من الفيفا واللي هيظهر دلوقتي كمان معانا على الشاشة للنادي الأهلي بالقرار بأن إيقاف كهربا هيكون لمدة 6 شهور تانية. ده الخطاب طبعا اللي خدم من الفيفا لو ما تمش دفع الغرامة الخاصة ب طبعا نادي الزمالك قدرها 2.4 مليون دولار بالإضافة ل 30,000 دولار. يعني بنتكلم في حوالي 2 مليون 430 أو 2 مليون 450 تقريبا، بتصل 2 مليون ونص مليون دولار طبعا او فرنك 2 مليون ونص مليون دولار بالاضافه ل 30 فرنك طبعا سويسري. طبعا ده العقوبه اللي موقعه على كهربا لازم يدفعهم في خلال ال 60 يوم دول. طب لو ما دفعهمش في خلال ال 60 يوم، فلو ما دفعوش في خلال 60 يوم هتجتمع لجنه الانضباط وهيتم الاستماع مره ثانيه وساعتها هيصدر قرار، والغالب هيكون قرار بايقاف كهربا من جديد لعدم التزامه بسداد الغرامه. هنا الغرامه تضامنيه ما بين كهربا وما بين النادي البرتغالي اللي اعلن افلاسه وتم بيعه لطبعا احد الملاك الجدد، ولسه الامور الماليه ما وضحتش للنادي لغايه دلوقتي. كهربا هيدفع الغرامه، النادي البرتغالي يدفعها معاه، كهربا يدفعها لوحده. ده اللي لازم يسويه كهربا في خلال ال 60 يوم. وده الخبر اللي جه لمسؤولي النادي الاهلي قبل انطلاق المباراه تقريبا بساعتين. الخبر صدر طبعا بعقوبه كهربا او قرار الفيفا لكهربا. ده اللي هنتابع كواليسه خلال الفتره اللي جايه. طلعت بقى بعض الاجتهادات، يعني طبعا واحد من خبراء طبعا التحكيم او نقدر نقول الخبراء الخاصين بلوائح القوانين الرياضيه عامر العمايره طلع وقال طبعا ان عقوبه كهربا مش هتكون موجوده حتى نهايه الموسم، وان الامر بالنسبه له هو مستمر. كهربا مستمر في اللعب لنهايه الموسم ولن يتم ايقافه. نقطه من اول السطر. الاهلي بيلاعب ريال مدريد. دي كلها اجتهادات. الامر هيصبح فين؟ الامر هيكون ايه؟ ده اللي هنشوفه خلال الفتره الجايه. بس زي ما بقول لكم في الغالب القرار اللي هيصدر في حاله عدم سداد كهربا للمبلغ هيكون هو ايقافه مده جديده. المده قد ايه؟ هتكون من امتى؟ تفاصيلها هتكون ايه؟ ده اللي لسه هنعرفه اكيد في قادم الايام. لكن المؤكد دلوقتي ان عقوبه كهربا او نقدر نقول المبلغ اللي مطلوب على كهربا ان هو طلب يقسط المبلغ من الفيفا، وده اللي قدمه محاميه طبعا في جلسه الاستماع. تم رفض التقسيط زي ما هو واضح، واصبح امام كهربا حل واحد فقط وهو تسديد المبلغ والغرامه بالكامل. ده بالنسبه لعقوبه كهربا وطبعا الخبر اللي جه لجماهير النادي الاهلي قبل المباراه. نروح بقى لنقطه